النهاردة هنتكلم عن واحد من أعظم علماء التاريخ والحديث في الإسلام، شيخ المحدثين ومؤرخ الإسلام، الإمام شمس الدين الذهبي. شخص جمع بين العلم والتاريخ وترك إرث علم ضخم جدا. تعالوا نعرف حكايته مع بعض. الإمام الذهبي أو زي ما كان بيتلقب شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن عثمان الذهبي الدمشقي الشافعي، اتولد سنة 673 هجريا، يعني حوالي سنة 1274 ميلاديا، لعيلة تركمانية الأصل سكنت دمشق. أبوه كان شهاب الدين أحمد وكان سايغ بيشتغل في الذهب، وعلشان كده لقبوه بالذهبي، وهو لقب اللي فضل معروف بيه الإمام لحد النهارده. من صغره الإمام الذهبي كان مهتم بالعلم وحفظ القرآن وهو في سن صغير، وبعدها بدأ يتعلم القراءات، ولما وصل سن 18 سنة بدأ يسمع الحديث على يد كبار العلماء، ومنهم الشيخ محمد بن عبد العزيز الدمياطي، اللي لما شاف نبوغته سلمه حلقته في الجامع الأموي. والحلقة دي بتبقى مجموعة عند كل عمود في المسجد كده، بيتجمع فيها الشيخ والتلاميذ اللي بيتلقوا العلم. طبعا ما كانش ممكن يكون عالم كبير من غير ما يسافر في حالات علمية، وده اللي حصل فعلا. الإمام الذهبي سافر لبلاد الشام وراح بعلبك وحلب وحماه وطرابلس، وبعدها راح مصر ودرس على يد كبار العلماء هناك. وبعدها سنة 698 هجريا راح مكة والمدينة علشان يحج، وهناك قابل عدد من الشيوخ قبل ما يرجع تاني لدمشق. بعد سنين من التعلم والتدريس، الإمام الذهبي تولى الخطابة في مسجد كفر بطنة سنة 703 هجرية، وبعدها بقى شيخ دار الحديث في دمشق. ومن هنا بدأ يكتب مؤلفات عظيمة زي تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء وميزان الاعتدال، واللي كانوا من أهم الكتب في التاريخ الإسلامي. محدش بيبقى عالم كبير من غير تلاميذ عظماء، والإمام الذهبي كان ليه طلاب مميزين جدا زي الحافظ ابن كثير وصلاح الدين الصفدي وتاج الدين السبكي وغيرهم كتير اللي نشروا علمه. على الرغم ان الامام الذهبي كان عالم موسوعي، الا ان الايام الاخيرة في حياته كانت صعبة جدا، لانه فقد بصره وفضل يدرس ويألف لغاية لما توفى سنة 748 هجريا، الموافق سنة 1348 ميلادية، واتدفن في مقابر باب الصغير بدمشق. إرث الإمام الذهبي فضل حي في كتبه لحد النهاردة، بيستفيد منه العلماء والباحثين. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.